متأكد يا ممدوح ان الراجل ده عنده فسيخ كويس؟ الا متاكد طبعا، انا مجربه قبل كده. انت فاكر يا رفعت لما رحنا البلد وبعتنا جبنا فسيخ من طنطا؟ بس ما تفكرنيش يا ممدوح، هو ده كان فسيخ يا اخي؟ وفاكر بابا كان بيقول ايه واحنا بناكل؟ ايوه يا سيدي، وكل ما ياكل لقمه يقول الله تعالى تعالى، اكل الفسيخ وحشنا من زمان. اجي فين يا اخي؟ ما تمشي قدامي. هو انت مش زبون قديم عنده؟ انا اول مره يشوفني. تعالى. صباح الخير يا عم خليل. صباح الخير. انا خدت من عندك فسيخ وبطارخ من مده، وكانت حاجه ممتازه قوي. عاوزين صنف كويس زي بتاع المره اللي فاتت. انا ما اديش الزبون بتاعي حاجة وحشة ابدا، ما جيبش في المحل بتاعي غير البضاعة الكويسة. ليه؟ اهو مثلا حضرتك خدت من عندي فسيخ مرة ورجعت لي تاني لوحدك. دي اصول التجارة يا سيدنا الافندي. اسم الكريم ايه؟ اسمي ممدوح، وده زميلي رفعت. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم خليل. لا مؤاخذة يا استاذ ممدوح، انا راجل براعي ربنا في رزقي وفي صنعتي. اصل مش كل السمك اللي يتعمل فسيخ، ده سمك مخصوص. لكن اللي ما هوش باقي على الزبون بتاعه يعمل اي سمك وخلاص. نوعه ايه سمك ده يا عم خليل؟ الفسيخ المظبوط نعمله من السمك البوري. بس مش كل البوري ولا كل من عمل الفسيخ فسخاني بقى. دي حاجه تحير. تكونش فاكرنا هنروح نعمل فسيخ ونضربك عمال تحلق علينا يا عم خليل. وهي دي تيجي ايه اللي هيخليك تظفر نفسك وتعمل فسيخ بايدك؟ هي حصلت كمان. طيب عايزينك تقول لنا يا عم خليل، السمك البوري اللي بتعمله منه الفسيخ شروطه ايه؟ شروط ايه يا اخوي؟ هو السمك البوري داخل امتحان مسابقة؟ السمكة تكون سمينة وبس. يعني السمكه الهزيله ما تنفعش في الفسيخ؟ ما تنفعش ليه؟ تنفع، لكن طعمها يبقى مش حاجة، تبقى ناشفة ما تعرفش تاكلها، ما تنبسطش من اكلها يعني. لكن ليه يا عم خليل سموها فسيخه؟ والله اللي اعرفه انهم سموها كده عشان الواحد قبل ما ياكلها بيفسخها. ده اللي سمعته، والعهد عراوي بقى. طيب والفسيخ اللي عندك بقى سعره ليه مش واحد مادام كله من البوري السمين؟ تكونوش ناويين تشتغلوا فسخانية وجايين تضحكوا عليا وتشتروا رطلين 3 فسيخ وتعرفوا مني سر الليلة ولا ايه الحكاية؟ لا يا عم خليل اطمن، لسه قدامك كمان 2 سنين على ما نخلص الكلية. كلية ايه؟ كلية التجارة. يبقى برضو في خوف يا جماعة مادام فيها تجارة. لا ما تخافش يا عم خليل، احنا بس عاوزين زياده معلومات. والله اذا كان كده اقول لكم والرزق على الله، ولو اني خايف برضه. بقى السمك البوري اللي بنعمل منه الفسيخ انواع. بوري لبن، ونوع اسمه جران، ونوع اسمه طبار، ونوع اسمه كنبيت. اما سمك الحيتان فده اللي بنعمل منه البطارخ. والفسيخ اصناف، فسيخ برلصي وبلدي ودمياطي وبردويلي وسويسي. ودي السبب في اختلاف السعر، لان كل صنف من دول بيختلف عن التاني. طيب في سؤال تاني. اتفضل. هو انا مش هخلص من الاسئله؟ انتوا جايين تشتروا ولا جايين تفتحوا محضر؟ معلش يا عم خليل استحملنا، انت اصلك راجل سمح والواحد ما بيشبعش من كلامك الحلو. طيب يا سيدي خلاص، ما دام الحكايه كده اتفضلوا اتكلموا على كيفكم. اسال يا سيدي، والارزاق على الله. البطارخ بقى غاليه ليه يا عم خليل؟ قلت لي البطارخ غاليه ليه؟ بقى اول حاجه زي ما قلت لكم مش كل السمك فيه بطارخ. عارفين يا عم خليل، البطارخ بيجيبوها من سمك الحيتان. ادي انت عرفت اهو. السمكه دي وجودها قليل. تاني حاجه، السمكة لازم نقطعها عشان نطلع منها البطروخ بتاعها. وفي الحالة دي بقى ما نقدرش نبيع السمكة على بعضها حتة واحدة، نقوم نقطعها ونبيعها بالوقة، بالكتير وقتها تتباع ب10 ساغ. يعني بتعوضوا دي في دي اهو كده. والبطروخ تاخدوه من قلب السمكة تبيعوه كده على طول؟ نبيعه على طول ازاي يا اخي؟ ده البطروخ لما بيطلع من السمكة بيبقى كيس مية لونه ابيض. يا سلام. ناخده ننشفه في تلاجة ولا تحت مروحة لغاية ما يجمد، وبعدين نملحه ونكبسه في القالب بتاعه يتغير لونه ويبقى احمر زي ما انت شايفه كده. ما عندكش كافيار يا عم خليل؟
الحاجات اللي عندنا منتجات بلادنا بس. الكافيار ده بيجيبوه من سمك سماني كبير مش موجود عندنا. بياخدوا البطروخ بتاعه ويفرطوه ويعبوه في علب. ما هو البطروخ والكافيار اصله بيض سمك. متشكرين قوي يا عم خليل. طيب اوزن لنا بقى 5 ترطال فسيخ وربع وقت بطارخ. حاضر يا سيدي، اتفضل. هات يا جدع، لمني. ايوه كده، هات. حط يا واد بتاعك. ايوه. ادي الطلب اهو، حاجة حلوة بالهنا والشفا. فلوسك يا عم خليل. متشكرين قوي. العفو يا فندي، مع السلامة. يا انسه عفاف. ايوه يا استاذ ممدوح. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ ممدوح. من فضلك، انت حضرت يوم الاثنين اللي فات وكتبتي محاضرة المحاسبة؟ ايوه كنت موجودة، انا مفيش محاضرة بتفوتني. طيب اقدر استعير كراسة المحاضرات بتاعتك عشان انقل المحاضرة دي؟ بس انت يا استاذ ممدوح خدت مني محاضرات إدارة الأعمال بقالها أسبوع عندك وما رجعتهاش لغاية دلوقتي، وأنا عاوزاها. ده أنا اضطريت أكتب المحاضرة الأخرانية في ورقة عشان الكراسة بتاعتي كانت عندك. أنا آسف قوي، بس أنا مش قادر أفهم يا أنسة عفاف. إحنا كل يوم بنتقابل في الكلية ومع ذلك ما طلبتيش الكراسة مني ليه؟ اللي أفهمه إنك تلقن محاضرتك وتديني الكراسة من نفسك. طب وعاوزني أطلب الكراسة منك ليه؟ أهميتها إيه عندك؟ عفاف، أنت مش يعني أنا مش عارف أقولك إيه. أنت فاهمة كل حاجة يا عفاف. إيه فاهمة إيه؟ عاوز تقول إيه؟ ما تتكلم. الله، الواحد لازم يكون دغري وصريح. أنا دغري وصريح فعلا، بس أنا خايف من الصدمة، خايف تحطميني يا عفاف. أحطمك؟ وحطمك ليه؟ يا أستاذ ممدوح، العلاقة بيننا علاقة زمالة وبس، ما يصحش تتعدى كده. اقفل الموضوع ده أرجوك. أقفل الموضوع إزاي؟ أنا زميلك يا عفاف. صحيح أنا تجاوزت حدودي شوية، لكن الشيء الوحيد اللي ما نقدرش نتحكم فيه في حياتنا هي قلوبنا. مش بإيدينا نقدر نوجهها ولا بإيدينا نوقف شعورها. عفاف، أظنك فهمتي كل حاجة. أنا ما فهمتش حاجة وما أحبش أفهم حاجة. مش معقول الكلام ده. مش معقول ليه؟ حاجة ما بتحصلش. عاوز أذاكر، فاهم؟ إذا كان ما يهمكش إنك تذاكر دي حاجة تانية، سيب غيرك يدور على مستقبله. الوضع دلوقتي اتغير يا عفاف. أنا بقيت إنسان تاني، عاوز أذاكر وعاوز أنجح وعاوز أطلع السما عشان أرضيكي أنت. الحياة اتفتحت قدامي ولقيت اللي يحببني فيها. لقيتك أنت يا عفاف. عفاف، تقبليني؟ الكلام ده سابق لأوانه، لسه بدري عليه. اديني كلمة يا عفاف، قوليلي إنك موافقة. بس لاحظ إن موافقتي مش كل حاجة. أنا يهمني موافقتك أولا، وبعد كده الدنيا كلها تهون. يا سلام، انت مش مقدرة شعوري يا عفاف. هتلاقيني أقدر شعورك يوم ما تنجح آخر السنة ويوم ما ترجع لي كراسة المحاضرات اللي خدتها مني. خلاص يا ستي، من بكرة محاضرات إدارة الأعمال هترجع لك تاني، هترجع لك من بدري، من بدري قوي. صباح الخير يا جماعة. أهلا. صباح الخير يا شريف، ازيك؟ ازاي حالك يا ممدوح؟ ايه الحمد لله. الامتحان قرب والواحد تعبان شوية من المذاكرة. يا ريتني ذاكرت يا أخي من أول السنة. ايه حكاية المذاكرة دي يا اخي؟ الله، احنا لا بقينا نتفسح ولا نروح هنا ولا هنا ولا وحياة أبوك يا رفعت تسيبني. عندنا 3 أشهر طوال نبقى نتفسح فيهم على كيفنا. ده على كده ما انتش ناوي تيجي معانا القناطر في شم النسيم؟ ها؟ ما افتكرش، أما شوف. لا كله لا كده. حد يقعد في البيت في يوم زي ده يا اخي؟ والفسيخ يا ممدوح، الفسيخ الجميل بتاع عم خليل مين هياكله؟ صحيح عندك حق. ومين هيشتري لنا الفسيخ ده بقى غيرك؟ ده يوم في السنة يا ممدوح. يا اخي ريح نفسك يوم، ولا خايف على عربيتك يا سي ممدوح؟ اطمن، مفيش حد هيروح غير الشلة بتاعتنا وبس. اصله خايف من سين وجيم، مش خايف على العربية. انا ما خافش من حد، انا حر في تصرفاتي. طب ما احنا عارفين، بس لازم تاخد اذن قبل ما نروح. اخد اذن من مين بقى؟ معلش ما تغلطش نفسك، انا عليا المهمة دي. هاخد لك اذن من عفاف، وفيها ايه لو راحت معانا يا ممدوح؟ ما افتكرش هتوافق. اذا ما وافقتش يبقى عليك تقنعها، انتوا مش اصحاب؟ محاسن من فضلك، انا ما اسمحش لحد يتكلم على عفاف وهي مش موجودة. طيب ما تزعلش، بلاش اصحاب، شبه مخطوبين. وبعدين يا محاسن يا جماعة انتوا بتضيعوا الوقت في كلام ملوش لزوم. ممدوح رايح يعني رايح، وعفاف اهي جاية اهي.
واحنا هنتكلم قدامها، بس ما حدش يقول لها تعالي معانا، ما تحرجوهاش، ها سيبوها لظروفها. صباح الخير. صباح الخير يا عفاف. احنا يا ستي كنا دلوقتي بنتفق على رحله يوم شم النسيم، كلنا مجموعه واحده كده هنروح في عربيه ممدوح وناكل فسيخ. هو يعني ضروري الفسيخ؟ لا طبعا ده شرط اساسي، انا احب الفسيخ جدا وممدوح بيموت في الفسيخ. خلاص ناكل فسيخ، بس انا مش عارفه ايه حكمه اكل الفسيخ في شم النسيم. تعرفوا يا جماعة ان الفسيخ مش موجود الا في الاقليم المصري بس، يعني مفيش اي دولة تانية بتعمله الا احنا. وايه السبب في ده؟ ازاي فكروا انهم يعملوا السمك فسيخ؟ انا كنت قريت حاجه عن الموضوع ده. طب ما تقول لنا، منك نستفيد. بقى قدماء المصريين وخصوصا الناس اللي عايشين على السواحل كانوا بيصطادوا السمك بكثره، وطبعا السمك اول ما يطلع من الميه بيموت ويفسد بسرعه، فالسمك اللي كانوا بيصطادوه ما كانوش بيعرفوا ينتفعوا بيه. مره كان واحد صايد شويه سمك، بالصدفه رش عليه شويه ملح، فوجد ان الملح بيحفظ السمك وما يخلوش يفسد، ووجد كمان انه لو ملح السمك وحفظه في مكان كويس هيعيش مدة طويلة وياكل منه، وبالطريقة دي انتشرت صناعة الفسيخ. تمام كده. وبالطريقة دي برضو عرفوا يعملوا السردين ام الخلول طبعا. ايوه بس السردين له صنعة والفسيخ له صنعة. حتى السردين راخر عارف بيعملوه ازاي؟ ده ايه الفتوح ده كله؟ طبعا يا اخي انا راجل سواحلي من دمياط. طب قول لنا يا سيدي بيعملوا الفسيخ والسردين ازاي؟ علشان يعملوا الفسيخ بيصطادوا السمك وينشروه في الشمس حوالي 5 أو 6 ساعات، فينزل منه دم ومية، والسمكة نفسها بتنتفخ شوية من الحرارة. ياخدوا السمك يغسلوه ويملحوه، وأهم شرط إنك ما تخليش الدبان يجي على السمك طول المدة دي. طيب السردين ام الخلول بقى؟ السردين جلده أرق من الفسيخ ومفيش داعي لتعريضه للشمس، ياخدوه ويملحوه ويعبوه في صفايح على طول، وأم الخلول يصطادوها من البحر وينضفوها من الرمل ويملحوها. في حاجة يا شريف ما قلتلناش، الرنجة بيعملوها ازاي؟ يا محاسن الرنجة دي ما بيعملوهاش عندنا، لأن سمك الرنجة مش موجود في البحار بتاعتنا. يعني زي سمك البكالار. تمام. أهو السمك البكالار آخر لا بيتعمل عندنا ولا السمك بتاعه بيعيش في المية بتاعتنا. وما قريتش حاجة يا شريف عن فايدة الفسيخ للجسم وقيمته الغذائية؟ قريت. الفسيخ فيه مواد زلالية بيسهل الهضم. يا سلام. والملح اللي فيه بيفيد في حالات نقص الملح في الجسم. والفسيخ زي السمك تمام فيه زيوت بتفيد في حالات تصلب الشرايين. انما قالك من ناحية تانية ان الفسيخ بيرفع ضغط الدم، ولذلك الناس اللي عندهم ضغط ما يصحش ابدا ياكلوه. انا يا عم ما عنديش ضغط ولازم اكل فسيخ في شم النسيم. ولا ايه يا ممدوح؟ ماشي كلامك يا عم. بالمناسبة دي يا شريف، الملوحة بيعملوها في بلدكم؟ لا يا محاسن، الملوحة دي ما بيعملوهاش عندنا، دي بتتعمل في السودان، ولذلك تجديها منتشرة جدا في الصعيد وقليلة قوي في الوجه البحري. وبيعملوها من السمك البوري؟ لا، دي بتتعمل من نوعين من السمك، نوع اسمه راية ونوع اسمه كلب البحر. يا اخويا ده انت لو كنت مذاكر الاقتصاد ولا القانون التجاري زي ما انت مذاكر الفسيخ والسردين كان ادوك البكالوريوس وانت في سنة تانية. يا ممدوح دي حاجة ودي حاجة. الاقتصاد والقانون التجاري علوم بنذاكرها بس، لكن معلوماتي عن الفسيخ والسردين دي ثقافة عامة. يا جماعة احنا ضيعنا وقت طويل قوي في المناقشة والبحث وما اتفقناش هنروح القناطر يوم شم النسيم ولا لا. اسمعوا، ناخد الأصوات. وناخد الأصوات ليه؟ اللي مش موافق يتكلم، ما حدش بيتكلم يبقى كلنا موافقين. انتي موافقة طبعا يا عفاف؟ لا مش هقدر اروح وياكم يا جماعة. ليه يا عفاف؟ احنا هنروح مع بعض ونرجع مع بعض. طب احنا رايحين المكتبة وهنسيبك معاها يا ممدوح، انما لازم تقنعها. ما تخافش على ممدوح، يلا بينا. يلا بينا.